في ربيع الأول من العام 11 للهجرة وبعد حجة الوداع، ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع بأبي هو وأمي، وخيره الله فاختار لقاء ربه. اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وحان الفراق فأوصى وودع، وأظلمت الدنيا بفراقه، وتفطرت الأكباد. فيا لله ما أعظم الهول، وما أشد الفاجعة، وما أصعب الخط، وما أثقل اللحظات. كيف لا وقد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي عن الأرض، وأظلم الأفق، واضطرب المسلمون، فمنهم من دهش، ومنهم من خلط عليه، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. لكنها سنة الله، فالموت لا والدا يبقي ولا ولدا، ولا صغيرا ولا شيخا ولا أحدا. مات النبي فلم يخلد لأمته، لو خلد الله حيا قبله خلدا. للموت فينا سهام غير مخطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. ما ضر من عرف الدنيا وغرتها، ألا ينافس فيها أهلها أبدا.